السلام عليكم. النادي الاهلي بيتعادل مع سموحه. ايه ايوه ايه ايه يا عم نايم 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 فوق 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 يا بابا يا ماما مش عاوز انا في شغلي ده. وبيبين لنا اكتر ان الكيرف في النازل وان الفرقه مش ماشيه صح خالص. يعني جه خلاص وقت اللي هو الدعم اللي من غير حساب يقف. لازم نشوف ايه السبب، لان الموضوع بالمنظر ده احنا في كاس العالم للانديه ممكن يحصل كارثه كبيره. ما تعرفش بقى ذنب كابتن سيد ولا، بس هو من الواضح ان الراجل ده سايب فراغ كبير. يعني زي ما عمرو دياب قال سبت فراغ كبير. كولر الامور هربت منه بشكل كبير جدا، والدليل ان الفرقه لا فيه لعب خططي ولا في جمل بتتعمل ولا في اي حاجه. يعني حتى انت في اول الموسم جبت راجل اسمه كارلوس برينجر، ده المفروض جاي يساعدك، اتاري جاي يونسك، لان الراجل ده كان المفروض جاي مسؤول عن تطوير اداء اللاعبين والشغل على الكور الثابته. اداء اللاعبين صلاه النبي بقى في النازل، والكور الثابته كلها بقت للخصم. ده لدرجه يا مؤمن ضربه ركنيه لعلي معلول بيديها للاعب اللي جنبه بتاع النادي سموحه. شفت لدرجه ايه؟ كل الكوره عرضيه مش بتاعتك، ما في لمستش واحد من لعيبتك، كلها للخصم، يعني الحارس المدافع، يعني الحارس المدافع. ففين التطوير ده؟ فمن الواضح ان الراجل ده بقى كل شغله مشغول باللاعبين ومشاكلهم. زي عندك المعلم محمد عبد المنعم، اللي انا بقيت واحد من الناس اللي بصراحه نفسي اسمع خبر رحيله، لانه بقى عامل وش جوه النادي الاهلي وجوه اوضه اللبس. فبصراحه عايز يحترف، انا ما بتقدرش يا عم فيها، اتكل على الله يا عم، انت هتعمل لي فيها سيرجيو راموس؟ ده معامل قلق بالمنظر ده، اتكل على الله. احنا من امتى لعيب بيتقيم علينا كده؟ فواحد زي محمد عبد المنعم مش مركز في كوره خالص، كل لعبه فردي. هو وامام عاشور النهارده برضه، امام انا مش عارف بيحسسني هو ومحمد عبد المنعم يخليك تجيب جلانس وتمسح الشاشه تتاكد ان النتيجه 0-0. طريقه لعبهم تحس ان الاهلي كسبان 4-5، واللي هو بقى خلاص بيستهلكوا وقت وبيلعبوا على الواقف وكعوب وبتاع. من اول دقيقه ترقيص ومش ترقيص، في ايه يا جدعان؟ بنلعب السهل. يعني حتى في امام كوره جات له، هو شاط الاول كوره ما فيهوش غير كورتين، الكوره اللي هي جات له راح مستعجل شاطها بشماله، والكوره اللي عملها 1 2 مع قفشه باستثناء كده مفيش. يعني حتى نخش تقييم لعيبه بسرعه. نبدا من خط الظهر، الشناوي ما اختبرش. عندك عبد المنعم زي ما احنا بنتكلم بيلعب اداء فسدوك خالص. رامي ربيعه كارثه، رامي ربيعه بقى تقيل قوي، كل جيله بيرجعها للشناوي اما بيحطها في الاوت، وبقى واضح انه تقيل، تحس ان انت جدك بيلعب معاك كوره. مروان عطيه مش بطال بيحاول يجيب مستواه. علي معلول ما جاش. قفشه مش بطال. امام عاشور كل لعبه فردي. يعني مش عارف يا امام، انت من ساعه ما جيت واحنا خاسرين بطولتين، يعني مش كسبنا بطولتين في شهر، احنا خاسرين بطولتين في شهر. فانا مش عارف الاداء الاستعراضي ده. يعني انت يا عم انت لعيب جامد ماشي، بس يبقى لصالح الفرقه. حسين الشحات خلاص بقى لعبه محفوظ، وتحس ان هو بقى اقل مدافع في الدوري المصري قادر يمسكه ويمنع خطورته خالص. هو بس توأمين كرة القدم كريم فؤاد واكرم توفيق، دول كانوا بيحاولوا يقدروا يعملوا اللي عليهم، وبرضه كان ناحيتهم يعني كابتن احمد سامي كان مقفل ناحيتهم جامد قوي. فدول الوحيدين اللي تحس ان هم عملوا اللي عليهم شويه. في الاخر بقى صلاح محسن، وده اللي كولر واضح ان هو بيديله اخر فرص ليه قبل ما يمشيه، لان فعلا هو كده امبارح هو كده يتكل على الله. صلاح محسن في الهجوم انت بتبقى حاطط بطه بلدي، ما بتشوفش اي خطوره. ده كان خلاص اخر ماتش ايقاف لكهربا وبعد كده هيلعب. فدلوقتي الفرقه ربنا يستر على كاس العالم. المنظر ده احنا مش شايفين حاجه تبشر بالخير ابدا. انت دلوقتي ما بتكسبش، لسه كسبان الماتش اللي فات دياما الغاني عشان فرقه تعبانه، او برده ما كانوش وحشين قوي، لكن جبت جون فتح معاك الماتش. انت دلوقتي لو ما جبتش جون بدري يفتح بيك الماتش، انت خلاص بتوصل بقى للازمه اللي انت فيها دي. تاني حاجه مفيش شكل، مفيش جمل، مفيش خطوره على الجون. احنا كان مشكلتنا في ضغط الفرص، دلوقتي صلاه النبي اتطورنا مبقاش فيه فرص اصلا. هل كولر عشان مشغول بالصلاحيات اللي خدها من كابتن سيد عبد الحفيظ، ومشغول في حوارات اللاعبين زي احمد عبد القادر اللي عايز يمشي، زي صلاح محسن اللي هيمشي، زي محمد عبد المنعم اللي عايز يحترف ومش عايز يقعد يقول لك ما بتقدرش فهل انت المسؤوليات دي هي دي اللي مخلياك مش مركز مع الفرقه؟ ما تبقى مشكلتك انت بقى. ما هو ده اكيد عشان احنا مش شايفين الفرقه فيها اي شغل، لا شغل في عرضيات ولا شغل في كور ثابته ولا جمل تكتيكيه ولا حاجه خالص. يعني امبارح بنتفرج لا الراجل ده تقول الراجل ده فلس، تقول المدرب ده خلاص فلس. فمجلس اداره النادي الاهلي لازم يتدخل، جه الوقت خلاص يقعد مع الراجل ده ويتحاسب. انت من اول الموسم، فيا اما ادور على بديل من دلوقتي وابقى عامل حسابي، لان الراجل ده لو رجع من كاس العالم للانديه لا قدر الله عامل كارثه كبيره مش هينفع يكمل. واضح كده ان هو فلس. يعني برده من ضمن الحاجات عشان ما شايلش الراجل كل الليله، اللاعب المصري برده عنده مشكله. لو تلاحظ بعد فايلر لما عمل توب فورم وعمل
حسم الدوري وكان خلاص رايح لنهائي افريقيا قدام نادي الزمالك، برضه بدا الكيرف يقل، وفي اخر مباراه ليه كان مع الفريق كانت بدات تتعب. موسيماني بعد الموسم الاول في الثاني برضه الكيرف بدا يقل. مع كولر اهو الموسم اللي فات كان توب، الموسم ده بدا يقل. اللعيب المصري نفسه بيجي له حاله اشباع بدري، عشان برضه مبقاش كل حاجه بنشيل للراجل. اللاعب المصري برضه عنده مشكله، نفس اللعيبه دي اللي احنا السنه عاملين هاجمها، السنه اللي فاتت واخدين 5 من 5، السنه دي الكيرف نزل. في حاجه بتحصل دلوقتي زي الموسم اللي قبل اللي فات، اللي هو كل نادي عايز منه لاعب، بيبقى عايز منك 2 لعيبه وفلوس مقابل اللعيب اللي عنده. انت خدت بالك؟ عموما هنشوف ايه اللي هيحصل الايام الجايه، لكن الوضع ما يبشرش بالخير ابدا. لو هي القصه في ان عليه صلاحيات هو مش مركز في الملعب بسببها، لا نجيب اللي يشيلها. انما كده احنا هنخسر كل حاجه. مدير الكوره مش مجرد ان واحد قاعد بيشوف لاعب عايز ايه، ما هي المشاكل بتاعت اللعيبه دي اللي بتخليه يركز في الكوره. ونتقابل ان شاء الله يا رب، بس نتقابل واحنا الواحد مش محروق دمه، ويبقى رغم الماتش هيبقى بره ربنا يستر يعني، فربنا يكرم يعني ان نطلع لكده ويبقى النتيجه ايجابيه. نتقابل على خير باذن الله. السلام عليكم.